فاجعة بمعنى الكلمة، واللي تهز عليها الرأي العام المغربي والإسباني. قزار مغربي قتل مراته وولادو، قردهم ودارهم في صندوق ديال الخشب بدم بارد. Firman la desaparición de esa mujer a la que os referís y dos menores. Según fuentes cercanas a esta mujer, serían sus dos hijos menores. También nos confirman que se han hallado restos mortales en una vivienda aledaña donde residía esta mujer y que coinciden con el ADN de los desaparecidos. Confirmación también de que hay una persona detenida. Fuentes cercanas a la víctima nos dice que se trata del ex marido de esa mujer. La investigación continúa. Acabamos de llegar aquí a Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca. Iremos ampliando la información que vayamos conociendo según vayamos a ver. القصة ديالنا اليوم زعزعات إسبانيا والمغرب، البشاعة ديالها. القصة اللي كتبدا من عند آمال هي بنت مغربية كانت عايشة مع دارهم في منطقة الفقيه بن صالح، وبالضبط دوار عبد الله. آمال الله يرحمها كبرات وسط واحد العائلة اللي محافظة، كانت كتقرا وصلت للإعدادي، وفي هذا الوقت جاها واحد العرض ديال الزواج من عند واحد الناس اللي قراب ليهم، بيناتهم صلة عائلية وكينسكنوا في نفس الدوار. خو العريس هو اللي كان كيشوف آمال وشافها باللي بنت زوينة ومربية ومحترمة، وبقى حاضرها وتمناها الخو، حيت هو اللي كان رباه. فاش توفى الأب ديالو خلى المهدي عنده 14 عام وخلى ليه بنت وولد. الولد سميتو مهدي، كان ديك الساعة في عمره 4 سنين، وخوه اضطر باش يخرج يخدم باش يكبروا ديك الساعة، وداكشي اللي دار. خرج خدم عليهم وكافح حتى كبروا. البنت تزوجات والولد عاونو حتى خرج برا المغرب وصيفطو لإسبانيا. وصل السن ديال الزواج وكان خاصو باش يجوجو ويدير اللي عليه. هادشي علاش مني شاف آمال بقى حاط عليها العين وتمناها الخو، وعيط الخو وقال ليه راه موجد ليك واحد البنت غادي تعجبك، بنت مربيه وزوينه ومحترمه، وإلا جيتي شفتيها وعجباتك نتوكلوا على الله. مشى الاخ الكبير عند بوت آمال وقال ليه ان شاء الله حنا طالبين ضيف الله عندك، بغينا بنتك آمال خونا المهدي، ومنين يدخل المهدي من اسبانيا للمغرب غادي نجيو نشوفوا البنت، ولا توافقوا وتفاهموا نتوكلوا على الله. جا الصيف وبالصح مشى الاخ الكبير والمهدي باش يشوفوا البنت، وفعلا البنت عجبات المهدي وحتى هي بغاتو وقبلات. صافي اتفقوا على الصداق اللي كان 5000 درهم. ناض باها قال لهم انا ما طالب والو منكم غير تهلاو ليا في بنتي، هادشي اللي طالب منكم. فعلا شرى الضروبه ودوز لبنتو احسن عرس في الدوار. وتاني فاش جا الفطور دا ليها الحولي، يعني باها بغى يكبر بها مزيان، داز كلشي مزيان. من بعد الزواج جلسات آمال في دار لوسها لمده ديال 3 سنين تقريبا. خو المهدي كيقول باللي آمال بنت اللي صباره بزاف وصبرات مع خويا اللي كان واعر وصعيب في التعامل ديالو. كان مهدي كيجي شهر واحد في العام، كيدوزو داك الشهر كله غير صداع ومشاكل بسبب حوايج اللي تافهه. الدريه دوزت عندي 3 سنين هنايا، تهلايت فيها رضيت احسن من بناتي، وها الجيران هما كاينين وها والديها ما كانوش يقولوا لي، تقول لهم راه خويا هذا راه خويا. وجا خويا قال لي ونطلق هاد الدريه، قلت لي علاش؟ قال لي ما ولدتش معايا. قلت لي راه سيدي ربي الكريم ما خر لك الدراري اللي غيديوك للجنه حتى وياها، راه بلا ما تقولي لي نطلق، انا معاطي مع العاد مع باها. قلت لي راه بنتك راه والله ما تطلق. واحد العام في هاد 3 سنين جا عنده خوه وقال ليه باللي بغيت نطلقها، ما بقيتش بغيتها. قال لي ولكن علاش؟ السيده ما دارت لك والو، اشنو دارت لك؟ قال ليه لا ما بغيتهاش حيت ما ولداتش معاه وانا بغيت الولاد. صافي بقى كيخاصم عليه خوه ورجع ليه عقله وقال لي مستحيل تطلقها حيت انا وعدت باها باللي ما عمرك غادي تطلقها وغادي نتهلاو فيها. قال لي وانت كيفاش بغيتي هاد المراه تولد معاها وانت كتجي غير شهر في العام؟ قال لي دي مرتك حداك لا بغيتي الولاد. وداكشي اللي وقع. مهدي بدا كيصايب ليها الوراق باش تجي عنده لاسبانيا، وخوه هو اللي عاونها باش جمعات الوراق، وبغى يدوز ليها حتى البيرمي من عنده، ولكن هي ما قبلاتش. قالت لي بلي انا عندي الفلوس. كانت كتعيط ليه غير خويا حيت كانت كتحترمه بزاف وعزيز عليها، وحتى هو كان كيعاملها مزيان. جا الوقت ومشات امال اسبانيا، عند بالها غتعيش الحياه اللي كانت كتمنى وكل شيء غيولي مزيان حيت غتكون قريب عليه. داز الوقت وامال في الاخير غتحمل وغتولد الولد الاول اللي كان في عمره 8 سنين، وولدات من بعد بنت في عمرها دابا 3 سنين. وطول هاد المده ديال الزواج كانوا في صداع والمشاكل، ما عمرهم عاشوا مهنيين.
وديما كان كيعنفها في هاد الاعوام بجميع الطرق، السب والشتم. امل ما بقاتش قادره تحمل، فقررت انها تحط شكايه عند البوليس. كانت سنه 2017 وفي 2019 و2020 وتاني في 2021 و2022 والعام اللي جات دارت 2 شكايات، واخر شكايه كانت في اواخر 2023. كانوا المفاد ديال هاد الشكايات كاملين انها كتعرض للعنف في الدار وفي الزنقه، وفي كل مره كان البوليس كيشدوه ويعاودوا يطلقوه من بعد. في الاخير امل طلبت الطلاق من المهدي اللي كان عمره 44 عام، خدام جزار في المسلخ. امل ديما كانت كتشكي بيه عند البوليس وكتسحب من بعد. في الاخير سجلوها في نظام بيوجين اللي كيحمي المراه والاطفال من العنف المنزلي من طرف الزوج، واخر مره طلبوا منه السلطات باش ما يقربش من امل. حكموا عليه باعمال اجتماعيه، وهادشي بطبيعه الحال ما قبلوش. علاش تشكي بيه ويحكموا عليه مرضاش كيف كنقولوا، وديما كان كيهددها بلي غيقتلها. العام اللي فات امل جات للمغرب وطلبات من عائلته باش يطلقوها منه ويديروا ليه عقله باش يخليها في الثقه. باها رفض بطبيعه الحال وقال لها ما عنديش البنات اللي طلقوا، سيري صبري غير على قبل هذوك الوليدات. ويا ريت باها قبل هذا الشيء كانت بنته غتكون باقا حداه، ومهدي كان غادي يكون حدا عائلته حتى هو. على الاقل كانوا العائلات يتدخلوا، ما كانوش غيوصلوا لهذا الشيء كامل، سوا مهدي وسوا امل. المهم نرجعوا للقضيه ديالنا. مهدي ما رضاش داكشي اللي دارت لي امل، عاشت في هذه الحاله طوال هاد الاعوام حتى نهار الجمعه اللي غادي تنفذ فيه مهدي داكشي اللي كان كيوعدها به. مشى سكر مزيان ومشى عندها، بقى كينقز من سطح لسطح حتى وصل عندها للدار، وشد امال دوز عليها هي وولادها وقطعهم ودارهم في صندوق ديال الخشب بدم بارد. ونهار السبت اكتشفوا الجريمه البشعه اللي هزات اسبانيا. صاحبه امل لقاتها ما جاتش داك الصباح، بقات كتصوني ليها ولكن امل ما جاوبتهاش. تماك صاحبتها حسات وعلمت السلطات ومشاو للدار ديالها، وتماك لقاو الجثه ديال امل وحتى الوليدات. البوليس مشاو لكاميرات المراقبه ولقاو باللي مهدي دخل تماك بالليل وشافوا باللي امل ما خرجتش من بعد، يعني هو المجرم. مشاو البوليس للدار وقلبوا الدار، لقاو باللي الصباط ديالو واخا غسلو بقات فيه واحد البقعه ديال الدم، ولقاو الجنويه اللي ذبح بها امل ووليداته، لقاو مازال فيها الدم. شدوه البوليس واخا كاينين الادله هو كينكر باللي قتلهم. القناه الاسبانيه وصلوا هاد التسجيلات الصوتيه، امل كانت مسجلاهم وخازناهم عندها. هاد التسجيلات كانوا فيها تهديدات بالقتل من طرف مهدي، كان كيقول لها غتموتوا كاملين. صافي هذا هو الفرور اللي جابك لاسبانيا وبغيتي تطلقي راسك، ولكن شوف اذا مشات. وحتى الحقيقه الصادمه اللي صدماتني حتى انا هو هذا الاخ اللي خرج كيقول باللي امل اختو بان في التسجيل الصوتي كيهدد امل بالقتل. Te juro por Dios que esto no va a quedar así. Ya sea allí en España o aquí te volveré loca por todo lo que le hiciste a mi hermano. No tiras de rositas. Por mi vida y por la tuya que no tiras de rositas. Juro por Dios que te quitaré la vida. Te juro que te torturaré y convertiré tu vida en un infierno. من بعد هاد الجريمه خرجوا الجيران وقالوا باللي امل كانت ديما كتعنف من طرف راجلها في الزنقه وحتى بالدار. قالوا باللي كان كيعنفها قدام كل شيء وكتمشي دير به شكايه، ومن بعد كتسحب ديك الشكايه، والعلم لله علاش كانت كتسحبها من بعد. للاسف امل مشات ضحيه ديال هاد الزواج اللي كان فاشل من الاول، وحتى مهدي ضيع مستقبله وضيع دوك الوليدات وديك المراه. اش غادي نقول لكم؟ كنقول ان لله وانا اليه راجعون، وتعازينا الحاره لعائله امل، ونتلاقاو في فيديو وقصه جديده.